تحياتي. النهارده هنعمل اللحم المقلقل. اول حاجه هنجيب حته لحمه، لازم تكون حته بتكون من المنطقه كده اللي بتستوي على طول، ونقطعها قطع صغيره، ويا ريت لو بططناها كمان. وميه بصل، هنتبلها بميه بصل وفلفل اسمر وملح وبهارات لحمه. بس كده احنا عايزين اللحمه هي اللي تبقى طعمها اكتر من التوابل. وبعدين هجيب زيت وفيه زبده كمان او سمنه، او كمان ليا ضاني، بس كميه كبيره قوي غزيره كده. عايزين نحمر ونقلقل فيها اللحمه. بعد شويه هنلاقي بقى اللحمه كده مع التقليب المستمر هنلاقيها بتنزل ميتها. هنغطي عليها لغايه لما تصفي ميتها خالص وتنشف تماما من الميه بتاعتها، وتبقى بالشكل ده. بعد كده هتضيف بقى الخضروات اللي انتي تحبيها. انا حطيت فلفل رومي وبصل، وممكن تحطي اي حاجة تانية، بس بلاش طماطم عشان ما تطريهاش، خليها كده تبقى زي ايه، مقرمشة كده ومحمرة يعني. بس كده هنديها تشويحة مع الخضار كده، وندبله شوية صغيرين، وشوية بقدونس كمان في الاخر. وبس كده، وبيتقدم، تبقى لذيذة خالص وهي بتتعمل سندوتشات. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.